بالوطن، حيث تعرف مختلف أحياء ولاية تندوف هذه الأيام خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة انتشار كبير للبعوض، وضعية أثارت استياء المواطنين. تعرف على التفاصيل في تقرير محمد لجرب ونجم بكرش. انتشار البعوض بات الشغل الشاغل لسكان مدينة تندوف. مع ارتفاع درجات الحرارة تنتشر هذه الحشرات بشكل كبير، وهو ما أرق السكان. انتشار القمامة وتسربات مياه الصرف الصحي عوامل ساهمت في خلق بيئة ملائمة لتكاثر وانتشار البعوض. الأسباب ترجع لعدة أسباب، أهمها المفرغة العمومية البلدية تندوف اللي موجودة ليست بالبعيد عن الحي هذا، بالإضافة إلى عدة حاويات هنا منتشرة في الحي في كل مكان، بالإضافة إلى الشيء الكبير والشيء الخطير واللي لم يتغير، المكب المصارف الصحية للحي. حلة النظافة هي اللي راها تجيب لنا الناموس، اللي راك تشوف لابوبال ها هي، وراه كاين دوك الجماعه دوك تاع الانتخابات هذوك هما اللي ما راهوش يديروا حملات على هذا الشيء، هما يضلوا يجروا غير على الانتخابات، بصح ما كانش اللي يدير حمله. انا نعرف اللي باغي يخدم يبدا لنا بحمله الناموس. انتشار البعوض استوجب تدخل مكتب النظافة البلدي بإمكانياته الضعيفة وعدد عماله المحتشم. كاميرا النهار تنقلت مع رئيس المكتب وفريقه ميدانيا لرش البعوض داخل التجمعات السكانية. بعد تلقي في شهر 4 بعد تلقي شكاوي مواطنين على مستوى الأحياء، انطلقت عملية مكافحة الحشرات الطائرة على مستوى الأحياء، والبرنامج هذا المسطر هو كل يوم سطرنا برنامج على مستوى الحي، وكل يوم نستهدف حي من أحياء المدينة. بؤور سوداء تهدد المواطن، والقضاء على البعوض ليس هو القضاء على مسبباته، ليبقى المواطن في انتظار حلول جذرية للحفاظ على الصحة العامة قبل حلول فصل الصيف.